عليهم الفقر، إنما يرون الفقر نصب أعينهم ويخشون ذلك ويخافونه. لما؟ لأنهم لم يتفرغوا لعبادة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغنا العبادة. الحمد لله. وبعد أيها الإخوة الكرام، من المفاتيح العظيمة التي يفتتح بها الإنسان باب الرزق متعاملا مع اسم الله عز وجل الرزاق هو أن يتوكل على الله عز وجل حق توكله. فلقد روى الترمذي بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث حسن. وما أجمل هذا الحديث التوكل على الله عز وجل أيها الأخ الكريم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوكل فيه معنى تقوى الله عز وجل. ولقد قال ربك سبحانه وتعالى عن المتقين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تقوى الله عز وجل وإن التوكل على الله عز وجل يؤدي إلى أن يرزقك الله عز وجل بدون حساب. الحسابات قاصرة إذا عمل الإنسان بهذه المفاتيح العظيمة، غير أننا لا بد أن ننبه هنا على أمر ما، وهو أنه لا معارضة بين التوكل على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب أبدا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نفسه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإن للطير غدوا ورواحا، وهذا من الأسباب، فلا بد أن تأتي الأسباب أيها الأخ الكريم. ولقد قال المولى سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام: والمرأة بطبعها ضعيفة فما بالكم والمرأة بعد وضعها لحملها ستكون أضعف مما هي عليه، ومع ذلك يقول لها ربها: وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. هذا هو الذي كان يرزقها سبحانه وتعالى من دون حساب. لما قال لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن هنا وهزي إليك، لأن لكل رزق سبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر: اعقلها وتوكل. لا بد أن تجمع بين التوكل على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب. وإن الناظر في حال المسلمين والناظر في حال الغرب والكافرين يجد أن الغرب يأخذون بالأسباب ولا يلتفتون إلى المسبب، وهذا شرك بالله عز وجل. ويجد المسلمين في غالبهم وفي كثرتهم يلتفتون إلى المسبب، وهذا واجب وتوحيد، ولا يأخذون بالأسباب، وهذا خطء، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الالتفات إلى الأسباب بدون الالتفات إلى المسبب شرك، وإن الالتفات إلى المسبب سبحانه وتعالى بدون الالتفات إلى الأسباب خلق.
وإن الجمع بين الالتفات إلى المسبب والالتفات إلى الأسباب هو محض التوحيد. فلا بد أن تأتي هذا، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي رواه البخاري أن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، صلى الله على نبينا وعليه وسلم. إذن فلا بد أن تأتي السبب، غير أنك لا بد أن تعتقد أن السبب لن يؤثر بنفسه، لن يؤثر بذاته، إنما المؤثر هو الله عز وجل، هو الذي يقدر الأمور، هو الذي إن أعطاك أعطاك وإن منعك منعك. هذا كمثل التداوي، أنت إذا مرضت تذهب للتداوي فإن الدواء سبب، غير أن هذا السبب قد يعطي ثماره ويشفى المريض، وأحيانا لا يعطي هذا السبب ثماره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بذلك. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان في العمر تأجيل وتأخير، فإذا المرء انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخالته العقاقير. لم ينفعك السبب أبدا إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى. إذا فهلم بارك الله فيه إلى معاني أسماء الله، إلى معاني اسم الله عز وجل الرزاق، حتى تتعامل بحسن معه، حتى تتعامل بخلق جم معه، حتى أن تدخل في من قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ويعجبني ما يفعله بعض الإخوة عندما يسمي ابنا من أبنائه عبد الرزاق، عندما تسمي ابنك بهذا الاسم أو عندما سماك أبوك بهذا الاسم، لا بد أن تستشعر المعنى. عندما تقول عبد الرزاق لن يرزقك إلا الله، ولن يمنحك إلا الله، ولن يعطيك إلا الله، كل شيء بيد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفرغون لعبادة الله عز وجل، حتى يملأ الله سبحانه وتعالى صدورهم غنى ويسد فقرهم. اللهم اغفر لنا جدنا ورزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الله أكبر الله